السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير يا رب. شفتوا بقى اليومين اللي فاتوا انا كنت ممتنعة تماما ان انا انزل فيديوهات لحد لما علشان ما يكونش الكلام بيتعاد ويتزاد. كل القنوات بتتكلم عن موضوع الفيديو اللي محمد نزل بيه على قناته، قناة محمد وآلاء، والفيديو اللي قلب الدنيا وقلب الموازين، مع انه كان متوقع لان كلنا كنا متأكدين ان هما الاتنين غلط. قعدنا يا ولاد وقعدنا نستنى الساعة 7 تيجي، الساعة 7 تيجي، بصينا لقينا محمد منزل لنا الفيديو اللي عمل بوم قد كده. لمين؟ للناس اللي كانت مصدقاه، وللناس اللي كانت مستنية تعرف القصة ان حمدي هو اللي هيفجرها. لا، محمد راح ضارب كرسي في الكلوب وراح طالع بفيديو الاعتذار لمتابعينه. الواحد بقى يتفرج على الفيديو ويخبط كف على كف. معقول في ناس بتتقن الكذب للدرجة دي؟ رجعت بالذاكرة كده وقلبت في الفيديوهات على فيديو نوعية البيبي او حفلة جنس المولود. ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ ايه كمية التمثيل اللي احنا صدقناه ده؟ الفيديو موجود فيه الله يديها الصحة والدة آلاء، والمصيبة ان والدة آلاء الست الطيبة اللي كلنا بنشهد لها وكلنا بنقول ان وشها كله طيبة وكله براءة وست طيبة وعلى الفطرة. المشكلة انها اتقنت التمثيل لدرجة قعدت تحضن في بنتها وتقول لها ولد ولد، لما طبعا محمد في الفيديو فتح شنطة العربية كده وطلع منه اللون الازرق اللي هو بيدل على الحمل في ولد. بقت مامتها تتنطط وتحضن فيها. طب وانت بتحضني فيها يا ست الكل، ربنا يا رب يديك الصحة والعافية. بالنسبة للبطن السيليكون او المخدة اللي محطوطة، هو احنا مش بنعلم اولادنا ان الكذب حرام؟ مش بنعلمهم ان الكذب ملوش رجلين بالبلدي كده؟ ان النهاردة كدبت وبكرة كدبت مسيرك هتقع. زي الولد اللي كان يدخل في البحر يعوم ويقول لحقوني بغرق بغرق بغرق، يروحوا ينقذوه يلاقوه ما بيغرقش ولا حاجة، يقول ضحكت عليكم. مرة في التانية في التالتة كل مرة يقول لحقوني انا بغرق، وبعد كده الناس تروح تنقذه يقول ضحكت عليكم كنت بكذب عليكم. في اخر مرة كان بيغرق قعد يقول الحقوني الحقوني بغرق، محدش راح له. ليه؟ خلاص بقى ده كداب. الكذبة كبيرة قوي قوي وكانت محبوكة لدرجة يعني محدش يتوقع. مفيش حد عملها على اليوتيوب ابدا ابدا. مفيش حد طلع بفيديو على اليوتيوب قعد يخدع متابعينه الفترة الطويلة دي كلها. قاعدين بقالنا 9 شهور في حمل آلاء، في تعبانة آلاء، في رايحين للدكتور، والغريب اللي طلع بيه حمدي وقال انه نزل مصر عمل سونار كاذب ورجع تاني. كله بيخبط في كله وكله بيكذب بعضه، والحقيقة عندهم هما الاتنين وعند المتابع الذكي اللي بيعرف يحلل ايه اللي بيحصل. طيب هل محمد كان غلطان؟ طبعا غلطان من فوقه لتحته. طب ما في كتير بيغلطوا وكتير على اليوتيوب بيغلطوا، في كتير بيغلطوا، ولكن غلط عن غلط يفرق كتير قوي. ليه؟ لان مش كل اللي بيغلط بتبقى غلطته تعدي، دي غلطة كبيرة ومحبوكة. هتتصدق بعد كده انت ازاي؟ انت هتتصدق ازاي؟ كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، القلم بيغلط، لكن مش بالطريقة دي. حمدي ومحمد الاتنين واجهين لعملة واحدة، الاتنين بيمثلوا علينا والاتنين بيكذبوا في محتواهم، مرة يبقوا صادقين مرة يبقوا كذابين، وكله على قفا المتابع اللي قاعد يسمع ويخسر في نت ويشتغل على باقة ويتفرج كل ده كلها أفلام. عمرنا في حياتنا الواقعية، سيبكم من العالم الافتراضي بتاع الفيديوهات والفيسبوك واليوتيوب، ما شفناش حد بياكل في أخوه قوي كده. ولو حتى حصلت بيبقى حالة شاذة وسطنا، يقول لك ده فلان الفلاني بياكل في أخوه، ده فلان الفلاني بيقول ويعيد ويزيد على أخوه.
لكن ان احنا نطلع نلقح على بعض على الشاشات والموضوع يوسع مننا كده، ازاي؟ فين يا جماعة سنشد عضدك بأخيك؟ ده اخويا ده ظهري وسندي، هو اليوم ما اقع يشدني كده من ايدي ويوقفني تاني. لا، احنا ما شفناش الكلام ده عند العائلة المحترمة. آلاء قاعدين نقول ضحية ومسكينة، لا اسمحولي، آلاء مش ضحية ولا مسكينة، آلاء مش صغيرة، آلاء كبيرة بما فيه الكفاية ان هي تعرف هي بتغرق نفسها في غلطة كبيرة. كل ده علشان ايه؟ علشان قبض اليوتيوب، علشان الأخضر أكذب وأعمل حبكة درامية وأوصل الموضوع إن هو يبقى كده ترند الناس كلها تتكلم فيه. مفيش خوف من ربنا. واتفرج على الفيديوهات اللي كانت فيها آلاء بتبقى قايمة تعبانة ومحمد يقول والله يا جماعة سامحونا ما عرفناش نطلع لكم امبارح، آلاء كانت تعبانة جدا جدا، الحمل متعب قوي. ايه ده؟ ايه الكذب ده وايه الحوارات دي؟ يرجع بقى محمد يسكت، لما يسكتش يكمل بقى في الفيديو بتاعه يقول المكالمة، السر بقى في المكالمة اللي مع مين؟ اللي مع حسن، اللي هو بعتها لحمدي. المكالمة اللي كان جواها مقطع فيديو، قصدي مقطع صوتي، بيقول انا زي ما اتصرفت في السونار كنت هتصرف في الولد. هتعمل ايه يا اخي؟ يا اخي اتقي الله، بدل ما اقول انا استغفرت ربنا وربنا يغفر لي. هو قال ولكن رجعوا بعد الفيديو عمالين يلقحوا برضو على بعض ويطلعوا البعض من تحت لتحت. والمصيبة اللي محمد نزل بيها ستوري اللي هو بيلقح على حد اتقفش مع اعوذ بالله مش عارف واحدة ايه كلام. دخلنا بقى ايه؟ هنسب اعراضنا، هنسب عرض اخويا او عرض مرات اخويا او عرض مش عارف. هي وصلت للدرجة دي يا جماعة؟ هو الموضوع وصل للدرجة دي؟ ده الله يلعن الفلوس ويلعن الفيديوهات ويلعن القنوات اللي ممكن تخلي اخ يرمي على اخوه كلام وتهم زي دي. طلعت وفاء تحاسبن على آلاء وعلى محمد وتعيط وتقول ان حمدي بين الحياة والموت. الله اعلى واعلم، ما بقناش نصدق. يا عالم هو فعلا بين الحياة والموت، ولا هو جراله حاجة، ولا تعبان، ولا فيلم جديد بيستعطفوا بيه المتابع. رأيي المتواضع الغاء اشتراك من عند العيلة كلها بلا استثناء. لا تقولوا لي ده مسكين ولا ده كان غلطان ولا ده كان مغلوب على امره، كله unfollow او الغاء اشتراك. ليه يا جماعة؟ علشان يحسوا ان المتابع مش غبي، المتابع اللي سمعكوا سنين فاهم انتوا عملتوا فيه ايه، وفاهم ان انتوا ضيعتوا وقته ضيعتوا له نت وخسرتوه علشان هو بيحبكوا كان متابعكوا وعايز يعرف اخباركوا. هو اللي انضر الوحيد في الموضوع ده هو المتابع، لكن انتوا استفدتوا، سواء انت بالكذب او هو بالحوارات او ايا كان اللي قلتوه على بعض. كل واحد منكم جاء اخر الشهر راح قبض فلوسه من البنك، لكن المتابع المسكين اللي بيشحن باقة ب 200-300 جنيه هو المظلوم فيكم. الكذب ملوش رجلين. والفويس اللي طالع لوفاء وهي بتقول احنا كنا بنمثل، انا كنت بمثل بس فرحانة، الله اعلم الفويس ده من ايه. ممكن يكون كان على مقلب هي بتتكلم عليه، ممكن يكون على ربنا يحميها مسك، ايا كان هو ايه. الغاء اشتراك يا جماعة.